بعد اداء سلبي للاهلي قدام انبي والتعادل، قدر ان هو يفوز على زد مع كابتن مجدي عبد العاطي بنتيجه 1-0 بشق الانفس. والناحيه الثانيه الزمالك روق على الاتحاد كوره وكسب 3-0 بفوز عريض جدا قدام جمهور كبير جدا في استاد القاهره الدولي. الفوز مهم للفرقتين قبل الماتش الجاي يوم الاثنين ماتش القمه، وخاصه للنادي الاهلي. هقول لك ليه في حلقه جديده مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وما تنسوش إخواتنا في غزة من دعائكم، ربنا ينصرهم بإذن الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة. ويلا بينا. كولر تقريبا سمع حلقتنا اللي فاتت وقرر ان هو يلعب كل لعيب في مكان. يعني شفنا خير اللهم اجعله خير، عمر كمال عبد الواحد بيلعب باك يمين عادي زي ما كان بيلعب في فيوتشر عادي باك يمين، زي ما كان بيلعب في منتخب مصر باك يمين عادي. شفنا كريم الدبيس اللي هو باك شمال البديل لعلي معلول بيلعب عادي مكان علي معلول عادي باك شمال عادي، مفيش اي مشاكل خالص. باكين اهم، باك يمين وباك شمال، والاثنين عملوا اداء كبير جدا، خاصه عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد غير ان هو طلع بان هو احسن لاعب في المباراه او خد نجم المباراه، هو فعلا كان بيقدم اداء دفاعي وهجومي كويس جدا. كان بيعمل اوفرلاب ما بينه وما بين الوينج اللي قدامه اللي كان ساعات رضا سليم وكان ساعات طاهر محمد طاهر بشكل ممتاز، وعمل اكتر من عرضيه جيده. لكن خط هجوم النادي الاهلي هو اللي بعافيه شويه. وبرده كريم الدبيس الناحيه الثانيه عمل اكتر من اوفرلاب وعمل كرات عرضيه كويسه، وكمان ادى الواجب الدفاعي بتاعه بشكل كبير كويس جدا. ممكن فريق زد ما هاجمش النادي الاهلي زي ما كان مثلا فريق انبي بيهاجم، لكن برضو كريم في المواقف الدفاعيه اللي اتحط فيها كان كويس، وقدر برضو يعمل دويتو كويس مع الوينج اللي معاه لما طاهر كان معاه، او بعد كده لما احمد عبد القادر نزل. يعني الباكين ادوا الى حد كبير الادوار المطلوبه منهم دفاعيا وهجوميا. طيب دي بالنسبه للباكين. بالنسبه للاطراف سواء بقى رضا سليم على اليمين او طاهر محمد طاهر، الاثنين كانوا بيتحركوا تحركات ممتازه جدا سواء جوه الملعب او بره الملعب، او حتى في الاوفرلاب اللي بيتعمل ما بينهم وبين الباك اللي وراهم، او في تبادل المراكز اللي كانوا بيعملوه ما بينهم وبين بعض، والشيفت اللي كان بيعمله رضا سليم ان هو يجي شمال وطاهر محمد طاهر يجي يمين، ان كان حصل في الشوط الاولاني على استحياء كده في بعض الفترات، لكن يبقى ان تحركاتهم كانت ممتازه. وكانت المشكله الوحيده هي اللمسه الاخيره بالنسبه لطاهر وبالنسبه لرضا. طاهر محمد طاهر كان في ماتش انبي توب، الماتش ده اداؤه قل كتير جدا، تصرفه وهو معاه الكوره قليل قوي، ما شفنالوش مثلا ترقيصه ولا باصه او حتى عرضيه. ممكن كان في كذا عرضيه عملها بس كانت غير متقنه، غير ماتش انبي اللي كان بيعمل عرضيات وهو اللي تسبب في الهدف الاولاني اللي سجله محمود عبد المنعم كهربا بعد ترقيصه وعرضيه اداهم بشكل ممتاز جدا. برضو رضا سليم مش هو ده رضا سليم اللي كان بيتحرك وبيخترق من على الاطراف، خاصه من الناحيه الشمال. ممكن يكون رضا عنده ارهاق من ضغط الماتشات، تقريبا الاهلي بيلعب كل 72 ساعه. كمان رضا كون ان هو يلعب في مكانه على الشمال غير لما يلعب على اليمين، اداؤه بيفرق كتير وبيتاثر كتير جدا، وحساسيه المكان كمان بتفرق معاه. مشكله الاهلي بقى الحقيقيه هجوميا كانت في اثنين غير الاطراف، اثنين هم كانوا مشكله النادي الاهلي الحقيقيه هجوميا: عمرو السوليه ومحمود عبد المنعم كهربا. عمرو السوليه المفروض ان هو نازل يلعب نمره 10 او 9 ونص، اللي هو يبقى تحت راس الحرب على طول، الدور اللي كان بيأديه حمدي فتحي، لكن هو طبعا ما بيأديش نفس الدور. كمان كان المفروض ان هو يقوم بدور صناعه اللعب، ان هو يربط خط النص بالخط اللي قداماني، وده برضو ما شفناهوش من عمرو السوليه طول المباراه. عمرو السوليه مش ده مكانه، عمرو السوليه بيلعب مكان امام عاشور في مركز 8، مركز 8 واضح، مركز 8 اللي هو بيبقى موجود في نص الملعب بيدافع وبياخد الكره من ورا يروح بوشه. لكن عمرو السوليه مش دوره او وظيفته ان هو يربط نص الملعب بالاطراف. هو في مركز 8 بيبقى ده دوره، بس كان بيبقى ليه ادوار دفاعيه، ما يبقاش تايه في نص الملعب. هو عمرو السوليه كنت تحس ان هو تايه لما الكره بتقطع من الاهلي، باش هو عارف يروح فين، يرجع ورا
ولا يخليه في النص، ولا يستنى الكوره، ولا يروح يقطعها. هو تايه في نص الملعب. ووجود كوكا ومروان عطيه، كوكا كان المفروض يقوم بادوار مركز 8 احسن من كده. كوكا مستواه قل كتير قوي بعد الاصابه، وهيفرق كتير قوي. كوكا اللي كان بيلعب في كاس العالم للانديه، اللي كان بيزيد وكان بيضغط وكان فارق قوي في شكل النادي الاهلي هجوميا، عن كوكا دلوقتي اللي بيلتزم بالمناطق الدفاعيه وما بيعديش تقريبا نص الملعب. انما بقى كهربا، مش عارف اقول لك، هو كهربا سبحان الله مرزق. يعني كهربا في ماتشات تلاقيه جاب جونين وهو ما عملش اي حاجه. كهربا بيتكعبل في الكوره حرفيا. كهربا ما بيعرفش يقف الكوره. كهربا ما بيعرفش يرقص. كهربا ممكن يكون بيتحرك كتير لكن ما بيعرفش يلعب الكوره العاليه خالص. الكوره لو جات له على دماغه يلعبها، لكن ينط يلعب الكوره بدماغه لا، دي صعبه عليه. وشوف الفرق بينه وما بين موديست اللي الناس ماسكاه وسلخاه. موديست ال5 دقايق او ال10 دقايق اللي لعبهم اثر بشكل كبير قوي في هجوم الاهلي عن كهربا. كان جنبيه وسام، بس كهربا كان جنبيه وسام برضه. كهربا ما فرقش خالص عن قبل ما يبقى موجود وسام عن بعد ما بقى موجود وسام. غير موديست اللي كان بيحاول يوقف الكوره وبيحاول يستلمها، بيحاول يعمل تصليحه، بيحاول ان هو يوزع الكوره على الاطراف بحكم ان هو مهاجم محطه. يعني كولر غريب. كولر الماتشات اللي بتبقى مفتوحه وفيها مساحات، زي مثلا ماتش سيمبا التنزاني هناك في دار السلام، ده كان ماتش كهربا، ماتش فيه مساحات كبيره فتقدر تلعب بالكره الطويله اللي يجري وراها كهربا. كهربا ممكن يستفيد بسرعته، يتكعبل في واحده، يباصي واحده، يشوط واحده، بس هيبقى خطير مؤثر. غير موديست اللي هو بيلعب الراجل على الواقف. هو الراجل بيلعب على الواقف، بيلعب ان هو عشان يستلم الكوره ويبقى محطه. بحكم السن وبحكم كمان امكانيات موديست، هو ده دوره ان هو يبقى لاعب بيلعب مهاجم في الصندوق. بس طبعا وجود موديست اثر كتير جدا مع وجود وسام اللي نزل في مركز غير مركزه. وسام لعب مهاجم تاني او شادو سترايكر، لعب ك9.5 بيجي من تحت عشان خاطر يكمل راس المثلث اللي عمله مارسيل كولر، اللي تقريبا غير طريقه اللعب من 4-3-3 خلاها 4-3-2 براس مثلث بيتحرك قدام وورا، اللي هو وسام ابو علي. وسام ابو علي كان مهاجم تاني شادو سترايكر، وبينزل ساعات ياخد الكوره من تحت من محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه برضو ان هو يلعب في دور مركز 8 صريح وان هو يلتزم دفاعيا، دي برضو حاجه كانت ناقصه محمد مجدي قفشه. ممكن الخصم اللي قدامك سهل لك الفرصه ان انت تضغط الفريق اللي قدامك وانك تسيب المساحات دي وهو ما يستغلهاش، لكن مش هو ده اللي تعتمد عليه مكان امام عاشور او حتى مكان كوكا ومروان عطيه. التعامل مع الكرات العاليه اللي اتكلمنا عليه، الفرق ما بين كهربا وما بين موديست وما بين وسام وما بين كهربا. شوف مثلا الكره بتاعه الجون شبهها الكره اللي جات لكهربا الشوط الاولاني، شوف كهربا اتعامل معاها ازاي. ممكن الكره دي تحديدا عمر كمال عبد الواحد يتصرف فيها او اختار ان هو يتصرف بيها بشكل غلط بسبب تحرك كهربا كان وراه رضا، كان المفروض ان هو يروح على الجون عشان يدي مساحه لرضا وياخد كمان لعيب معاه. لا، كهربا فضل واقف وما اتحركش، فضلم الدنيا عليه وعلى رضا سليم، واللاعب اللي كان ماسك كهربا فضل واقف معاه وما اتحركش غير لما الكره اتلعبت بالعرض. طبعا هي ما كانتش حلوه بس اتلعبت بالعرض من عمر كمال واتعامل معاها التعامل اللي انت شفته له، وجت في الاخر في ايده. نفس الكرة تقريبا ممكن تكون اسهل شويه بالنسبه لوسام ابو علي بسبب ان هو خد راحته شويه في ان هو يستلم الكوره، وبحكم كمان ان كانوا جنبيه مساحه فاضيه ان هو يركز في ان هو يوقف الكوره صح. وقفها ونزل الكوره على الارض، راحت لموديست، موديست صلحها له، شاطها، جابها جول. التسديد من خارج منطقه الجزاء. التسديد، كلمه التسديد دي مهمه جدا 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 بالنسبه لاي فريق كبير. التسديد ده بيميز فريق عن فريق، بيميز فريق كبير عن فريق لسه بينافس، بيميز لعيب مهم في نص الملعب او على الاطراف او حتى كمهاجم عن لعيب تاني. ومن هنا بيجي الفرق الرهيب في الاسعار ما بين اللعيبه. ازاي استغل الكوره التانيه او الكوره على حدود منطقه الجزاء واسددها؟ يا عم مش بص على ماتش ريال مدريد والسيتي. ماتش ريال مدريد والسيتي 4 تجوان من ال6 كلهم تسديدات من بره منطقه الجزاء. يعني التسديد ده سلاح مهم جدا بيخلص ماتشات. شوف ريال مدريد كان مقفل الدنيا ازاي على السيتي، ورغم كده السيتي جاب 3 تجوان كلهم من تسديدات من بره منطقه الجزاء. يبقى التسديد ده سلاح مهم لازم تبص له، ولازم الفرقه يبقى عندها اولويه في التسديد. ما يبقاش التسديد ساب دخانه وخلاص ان انا بشوط وخلاص، لا، انا لازم يبقى عندي تدريبات تخصصيه اكتر على التسديد من بره منطقه الجزاء، خاصه للاعيبه نص الملعب ولاعيبه الاطراف
وطبعا راس الحربة المهاجم. كولر برضو سمع كلامنا برضو من الحلقة اللي فاتت وقرر ان هو يورينا احمد عبد القادر بدري شوية، نزله بدري. احمد عبد القادر تحس ان هو لسه برضو ما خدش فورمة الماتشات، بقاله كتير قوي مركون، لكن برضو بيتحرك، عمل انتعاشة شوية في الناحية بتاعة الشمال بتاعة طاهر محمد طاهر، وحاول ان هو يعمل اكتر من فرصه، سجل هدف واتحسب اوفسايد وهو اوفسايد سليم 100%. الكره كانت رايحه الكهرباء. قصه بقى التداخل وعدم التداخل والقصه دي، لا هي الكره رايحه الكهرباء، وكهرباء ما اشتركش في الكره، بس الكره كانت رايحه له، يبقى هو كان في موقف متسلل وكره سليمه ما فيهاش اي مشاكل. والجون اتلغى بتاع احمد عبد القادر. لكن تحركات احمد عبد القادر كويسه، لكن لسه هيجي، يعني مش هو ده عبد القادر، لكن لسه جاي مع الماتشات. شفنا برضو كريم فؤاد ونزوله قدام عمر كمال عبد الواحد. كريم من الناس اللي عندها مجهود كبير قوي ووافر جدا، وبيقدر ان هو يتحرك على الاطراف، خاصه على الطرف اليمين. ممكن ما خدش دقايق قد احمد عبد القادر، لكن وجوده برده في الملعب وانه يبقى موجود في حسابات مارسيل كولر دي حاجه تحسب له. ونفسنا بقى يبص بقى على محمد الضوي كريستو، يعني يبصوا بقى يحطوا برده ضمن التروس اللي شغاله دي، يمكن يقول حاجه قبل ما نقرر ان احنا نمشيه بتراب الفلوس. اخر حاجه عايز اتكلم فيها بالنسبه لماتش الاهلي وزد، مارسيل كولر بيدور على حمدي فتحي. طب مشيته ليه؟ مشي ليه حمدي فتحي؟ انت مش قادر تستغنى عن حمدي فتحي، مشيته ليه؟ انت كل ده بتدور على لعيب يلعب في نص الملعب ويكمل كمهاجم تاني زي حمدي فتحي. مش كل اللعيبه حمدي فتحي تقدر تقوم بالادوار دي، الادوار المركبه دي، الادوار الهجوميه والادوار الدفاعيه. مش كل اللعيبه تقدر تلعب في مركزين بنفس الاداء وبنفس الحماس وبنفس التقنيه العاليه. مش كل الناس حمدي فتحي. لما انت عايز حمدي فتحي يبقى كنت سبت حمدي فتحي، يا اما كنت جبت بديل شبه حمدي فتحي. امام عاشور مش حمدي فتحي، ولا عمرو السوليه حمدي فتحي، ولا حتى محمد مجدي قفشه حمدي فتحي. كل واحد فيهم ليه ستايل مختلف. ان كان عمرو السوليه وامام عاشور ستايلهم قريب شويه من بعض، لكن دول غير خالص حمدي فتحي. فمارسيل كولر لو انت مصر تلعب بالطريقه اللي كنت بتلعب بيها في وجود حمدي فتحي، يبقى رجع حمدي فتحي او شوف بديل شبه حمدي فتحي. الزمالك بقى قدم واحده من اجمل ماتشاته في الدوري السنه دي قدام الاتحاد السكندري، عايد على جمهوره اللي كان موجود بغزاره كبيره جدا في استاد القاهره، عيديه كبيره قوي قوي. غلب الاتحاد 3-0 مع الرأفة، اداله درس كروي ممتاز جدا، لدرجة ان جمهور الزمالك بقى بيتوعد الاهلي في المدرجات وبيقول حي حي دور الاهلي جاي. خلي بالك الاهلي واقع، والزمالك دلوقتي فنيا وبدنيا اعلى من الاهلي، لكن الاهلي هو الاهلي، لا تأمن غدر الاهلي ابدا. الاهلي ممكن يبقى في اسوأ حالاته ويكسبك عادي عادي جدا جدا جدا. الزمالك متفوق حاليا، لعبته اجهز بدنيا وفنيا، شفنا تجانس كبير قوي ما بين اللعيبه وبين بعضها. احمد حمدي بيأدي ادوار 8 مع الزمالك كويس جدا جدا جدا، والتفاهم ما بينه وما بين عبد الله السعيد وناصر ماهر برضو خلى فيه نص ملعب قوي بالنسبه لنادي الزمالك. احمد فتوح استعادته للفورمه، برضو حاجة مهمة جدا من الناحية الشمال بتاعت نادي الزمالك، لكن برضو لا تأمن غدر الاهلي. ركز في الجملة دي قوي قوي قوي، ونتقابل ان شاء الله يوم الاثنين الجاي بعد مباراة الاهلي والزمالك. وبس دي كانت كل تعليقاتنا وتحليلاتنا عن مباراة النادي الاهلي وزد، وفوز النادي الاهلي بشق الانفس 1-0، وكمان فوز نادي الزمالك على الاتحاد بنتيجة كبيرة جدا وعريضة جدا 3-0. ان شاء الله باذن الله هنتقابل يوم الاثنين اللي جاي بعد مباراة القمة، ونشوف مين اللي هيفوز بالقمة اللي جاية، خاصة بعد تفوق الاهلي في القمة الاخيرة في نهائي كاس مصر في ملعب الاول بارك في الرياض في السعودية. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقة تدعمنا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة، واستناني في حلقة جديدة مع الباش لعيب، والسلام عليكم.